اليوم الصحراويه نظمت واحد الفطور من اجل النساء كاع اللي شاركوا في الصحراويه، اللي شاركوا في 2023 ولا في 2022 ولا السنوات اللي قبل منها، ولا المشاركات اللي غيكونوا ان شاء الله العام الماجي. هذا الفطور تنظموه باش يبقى ذاك التواصل بيناتنا والتضامن بينات كاع المشاركات الصحراويه، وباش يمكننا نقبطوا على ذاك التضامن اللي ما بين كل النساء اللي كاينين هنا. وانا فرحانه لان جاو حتى المشاركات ديال فاس وديال مكناس راهم معنا. المشاركات خلاص ديال خارج المغرب ما كاينينش، وكاين اللي التزموا، ولكن هذا كله هذا الاساس باش يبقى بيناتنا واحد التواصل، ويبقى دائما بيناتنا المعاونه باش يمكننا نزيدوا القدام كنساء، وباش يمكننا نزيدوا نتضامنوا مع الجمعيات اللي هما في حاله صعبه. وحنا في هذا الشهر رمضان كاع داك المجهودات ديالنا اللي درنا باش نوصلوا للجمعيات التمويل ديالهم اللي كنا وعدناهم به. تنشكر كاع المشاركات وتنشكر نساء المغرب لانهم حتى هما تيتضامنوا معنا وتيتضامنوا في هذا الاتجاه ديال باش نكونوا صوت واحد وصوت تضامني من اجل المراه، ولكن بالتمرين ديال الرياضه، لان كما تتعرفوا الصحراويه ان ايفينمون اللي هو رياضي وتضامني. وتنتمنى باش العام الجاي ان شاء الله غادي تكون 10 سنين ديال الصحراويه، وعندنا تقريبا مشاركات ديجا راهم بداو، وتنتمنى يكون اكثر واكثر من المزيد، لان هاد الصحراويه شنو تتعطي واحد الاشعاع كبير على مدينه الداخله وعلى الصحراء المغربيه.